التوأم فسافيس. يلا بينا يا ولاد، خلونا نروح نعذب حيوانات تانية. حلو، انا بحب التعذيب. هم خلاص مشيوا ومن غير اصابات خطيرة ولا شنطهم. يا سلام يا سلام، واضح ان فسفس 1 وفسفس 2 نسيوا شنطهم. اسكبر، شنطة التوأم فسافيسو تعتبر حقل ألغام مدمر، صواريخ، علب صودا متفجرة، وأقلام مبرية للشكشكة. ما انا عارف، دي ذخيرة ببلاش. طبعا تصرف خطير جدا، عشان كده ما نقدرش نجازف. برايفت يقدر. ايه؟ يلا كمل. مفيش حاجة، دي طلعت مجرد مجلة. سيب المجلة يا برايفت. في ايه يا سكيبر؟ هو في خطر خفي جوه المجلة دي؟ يا أغبياء، المجلات أكبر خطر. اللبس الملفت والجمل المشهورة هم أعداء كل العمليات السرية. الأبطال ما بيلبسوش بنطلونات ستريتش. بس عادي إننا نقرأ عن الأبطال الخارقين، وبالنسبة لنا بنبص على الصور بس. هو بيبدأ كده وبينتهي بواحد فاشل بيلبس زي الأبطال دي وبيتكلم زيهم. بصوا، بدلة محزقة، آلات متطورة، صفحات من كلام فارغ ملوش معنى. لا، بطل بملاية على رقبته ما يعجبش غير ناس مليانة تفاهة. سلام، أنا رايح أرميهم. نفسي أتفرج عليهم. طب ولو سكيبر صحي؟ ما تخافش، ده هينام زي البيبي بسبب شعليقة الليل الهادية دي. نام واضرب ونام تاني. شكله لطيف، شكله بيحلم بقهر أعدائه كلهم. طلعوا أجمل من اللي حلمت بيه. العملية فرجة على الصور. المجلات طلعت هايلة، وهو ما احناش فاشلين ولا لبسنا زي الأبطال دي. سكيبر طلع بيقول أي كلام وخلاص. أيوة، علشان نبقى أبطال محتاجين قدرات خاصة جدا، زي بطن ريكو مثلا. عربيتي. أو يمكن بدلة مميزة مثلا زي اللي عندي. وطبعا واضح إن مفيش فريق خارق من غير عبقرية خارقة. نص الليل هو الوقت اللي بيظهر فيه الشر، علشان هو شرير. لكن احذر يا شر، لأن الجنينة بيحرسها بطريق الصفيح، مخيخ التفاكير، نار، فضلات النار. فعلا ما احنا اتفقنا نغير الاسم. نار. دي أحلى حاجة عملناها في حياتنا. موافق، يلا بينا نحارب الأشرار. ده احنا هنضحك ضحك لما يصحوا، لما يلاقوا شعرهم مبلول. ما عملناش حاجة. بلاش الشقاوة. جملة حلوة قوي. حد يساعدني. كنت عايزة اتكيف شوية. بلاش الشقاوة. حاضر. دي اوحش مخدة في العالم كله. بلاش الشقاوة. ايه ده؟ ايه كده حلو. أظن إننا قضينا على كل الأشرار الليلة دي. ايوه، يا الساعة مأخرة شوية، ده ما ينفعناش. بينا على برج الساعة.
وبكده طلع النهار على الجنينة بدون أشرار. يا سادة، احنا كده عملنا الصح. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه ده؟ ايه اللي الساعة بتعمله فينا ده؟ ارموا الأدلة. رد فعلكوا سريع يا ولاد، انا ما شفتكوش خارجين. ايوه. ايه رأيك؟ صح؟ في حد منكم شاف المجرم؟ احنا دورنا كويس قوي وما فيش اي أدلة خالص. المهم نمشي وما نسألش أسئلة. مين عايز آيس كريم؟ عندي سؤال يا عبقرينو، ليه في ملاية على رجلك؟ أنا مش شايفها. ايه ده؟ ومش اي ملاية، ملاية لميع بتاعت بطل. انا شفت الملاية دي امبارح، في ابطال خارقين جم عطلونا واحنا فحنا واحنا ما بنعملش حاجة. مشكلة، اكيد شوية المجلات الملعونة وقعت في ايد حد تافه. سكيبر، انا عارف ازاي هنمسك التافهين دول؟ نستناهم ونراقبهم. نراقبهم؟ انا موافق، حضروا كل احتياجاتنا، هنبدأ مع الغروب. يعني احنا هنسهر نراقب نفسنا؟ لا، احنا هنسهر نراقب ولا حد. لما ما نلاقيش اي ابطال، اسكيبر هيقول انهم مشيوا وهننسى الموضوع كله. انت عبقري. ايوه، زي المخيخ ما بيبطلش تفكير. الابطال ما ظهروش، شكلهم استسلموا يا ولاد. طيب بينا دلوقتي بيت الفلامينجو، بينا. مجنون لابس ملاية جري واخد ريشة الحظ بتاعتي. ده طلع حرامي خارق بقى، كله من المجلات. حد لابس ملاية؟ مين اللي السوداني بتاعي، مين عديم الرحمة اللي يسرق سوداني من فين؟ شرير لابس على ظهره ملاية. يا هو انت بتقرا الافكار؟ عرفت ازاي؟ امسك حرامي. يلا نمسك ابو ملاية. الشرير ده شكل قوته في سرعته. مش هنخبي الحقيقة يا عبقرينو، في شرير بيهدد جنينتنا، وشيء واحد بس هو اللي هيوقعه. ريكو، انا محتاج شاكوش كبير و10 مسامير صلب وتصريح من الجنينة. لا، الحل هو الابطال الخارقين. ماشي، احنا اللي كسرنا الساعة. توقعت. ساعدوني، انقذوا الملك. ما تخافش ايها المواطن، العدل في الطريق. ها، هو لازم تتكلموا كده؟ اسف. ايه بقى؟ جوليان، انت فين؟ اهلا بيكوا في الفخ. لا، الشرير الخارق هو جوليان. لا، انا ما اسميش جوليان، ده انا واسمي الهزاز المقنع. ممكن تقروا عنه هنا في دي الصور اللي لقيتها جنب الزبالة كلها هنا. انت اتجننت يا ابو ديل، انت بتقلد الشرير. لا ما اظنش. بص كده، اهو لابس قناع وكل الناس بتديه الحاجة بتاعتهم. ده كأنه ملك خارق. انت ما قريتش النهاية لما بيتهزم الشرير. طبعا قريت لما بيتهزم. لا خدوا بالكوا. ماشي، طيب خليني اوريك نهاية القصة. سكيبر، انت طلعت خارق زينا. وديك عرفت سر يا برايفت، ودلوقتي الهزاز المقنع يواجه البطل الخارق اللي مفيش زيه، ملطشة المؤلم. ملطشة المؤلم؟ مش مصدق، ده اسمك فعلا. وعندك اي قوة خارقة يا ملطشة؟ ده اكيد التلطيش المؤلم. ده مسؤول المؤثرات الصوتية الخاص بيا. فكرة مش كده؟ ابدأ الضرب. لا كفاية، جه وقت اعتزالي الخارق. اعتزاله. شكرا يا ملطشة. لا، اصل الاسم عجبني. هو انت كان لازم تكون عنيف قوي كده؟ انت عارف عادة المجلات دي يا برايفت، لازم يسيبوا النهاية مفتوحة في الاخر عشان يخلوك تتابعهم. لكن زي ما شفتوا
هي دي اكيد ومن غير كلام النهاية.